هذا الجالكسي الاس 24 اف اي الفان اديشن، يعني نسخة الجمهور. السلام عليكم. اليوم غادي نديرو مراجعة شاملة لجهاز الجالكسي الاس 24 اف اي اللي سامسونج تلقاتو لمحبيها باش يكون عندنا هاتف جديد بجودة عالية وسعر مناسب، وكيجمع بزاف ديال الميزات اللي كتعجب المغاربة. غادي نتعرفوا على التصميم، الاداء، الكاميرات، البطارية، كل التفاصيل اللي كتخلي هذا الهاتف يستاهل الشراء. وغادي نديرو مقارنة بسيطة بينه وبين النسخة السابقة الجالاكسي الاس 23 اف اي، وغادي نشوفو شنو تغير. قبل ما نكملو الفيديو ما تنساوش تتابعونا في القناة ديالنا حيت راه غير 3% هما اللي مشتركين. ويلا نكملو الفيديو. اول حاجه التصميم والشكل الخارجي. الهاتف كيجي بجسم زجاجي من نوع غوريلا جلاس فيكتوس بلاس مع اطار من الالومنيوم اللي كيخليه يعطي واحد الاحساس ديال الفخامه. الظهر كيجي بملمس لامع اللي كيعطيه مظهر انيق ولكن كيبان فيه البصمات بسهوله، وهذا الشيء ميزه او عيب حسب كل واحد وذوقه. الكاميرات الخلفيه مرتبه عموديا بلا نافذه كتجمعهم، وهاد اللمسه كتزيد رونق وبساطه. الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهاده الاي بي 68، يعني تقدر تستعمله بلا خوف في ظروف مختلفه. الهاتف كيتوفر بألوان متنوعة مثل الأزرق، الأخضر، الرمادي والأصفر، يعني عندك اختيارات على حسب ذوقك. الوزن ديالو حوالي 213 غرام، والسمك ديالو 3 ملم، واللي كيعطيه واحد الحجم مناسب ومريح وكيتناسب مع جميع الأيدي. ثانيا الشاشة من نوع دايناميك أموليد 2 إكس بحجم 6.7 إنش وبدقة الفول اتش دي بلس، وكيدعم معدل التحديث 120 هرتز اللي كيعطي تجربة تصفح ومشاهدة سلسة بزاف، خصوصا عشاق الألعاب والفيديوهات. سامسونج رفعت السطوع ل 1900 تشمعة، يعني غادي تشوف الشاشة واضحة حتى في الشمس. والشاشة محمية بطبقة ديال الغوريلا جلاس فيكتوس بلاس ضد الصدمات والخدوش، بالإضافة إلى الشاشة فيها حواف نحيفة بزاف اللي كتزيد من جمالية العرض، خصوصا لمشاهدة الأفلام والفيديوهات. ثالثا الأداء والمعالج. الهاتف مجهز بمعالج ليكسينوس 2400 اي. هذا المعالج جديد من سامسونج، وهو مصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، وكيحتوي على 10 أنوية موزعة للشكل التالي: موزعة بين أنوية عالية الأداء وأخرى منخفضة الأداء. يعني بغيتي الأداء العالي غادي تستهلك الطاقة بتردد يقدر يوصل حتى 3.1 جيجا هرتز، وهذه حاجة مزيانة للألعاب والبرامج الثقيلة. في مقابل أنوية منخفضة السرعة وكتحافظ على البطارية، غالبا هي اللي كتخدم السوشيال ميديا والأفلام والحاجات البسيطة هكاك. والجالكسي الاس 24 اف اي كيجي مع ميزات الذكاء الاصطناعي اللي كتحسن من جودة التصوير في الإضاءة الضعيفة، وكتحسن حتى الألوان، وكيساعد على إدارة الطاقة باش البطارية تعيش معك مدة أطول، وكيدعم ميزات بحال الترجمة الحية والتعرف على الصوت إلى غير ذلك من الميزات. الصراحة أنا متحمسش بزاف للذكاء الاصطناعي، ولكن إلا كان الذكاء الاصطناعي كيفهمني أنايا التصرفات ديالي وكيدير خدمة الهاتف ديالي وكيأقلم التليفون باش يعطيني أقصى درجة ديال الاستفادة، فهذه تكون حاجة مزوينة وبزاف. نمشيو للكاميرات وقدرات التصوير. الهاتف فيه ثلاثة ديال الكاميرات الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8. كتلتقط صور واضحة حتى في الليل. كاينة عدسة الألترا وايد بدقة 12 ميجا بكسل بزاوية عريضة 123 درجة للتصوير الجماعي والمناظر الطبيعية. ثم كاميرا الثالثة اللي هي التليفوتو بدقة 8 ميجا بكسل، وكتدعم التقريب البصري حتى 3 اكس، يعني تقدر تقرب الصور وخا كتبقى بجودة مزيانة. الجديد هو محرك الفيزيوال انجين برو اللي كيحسن التصوير في الليل، ووضع السوبر اتش دي ار اللي كيزيد من جودة الالوان والتباين. امكانية الفيديو، كيصور فيديو بدقة 8K بسرعة 30 اطار في الثانية، يعني الجودة عالية بزاف في التصوير. ثم الكاميرا الامامية بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، كتعطيك صور نقية وواضحة في كل ظروف الإضاءة، وكتدعم تصوير فيديو بدقة 4K. ثم البطارية اللي كتجينا بسعة 4700 ملي أمبير، يعني كتصبر معك يوم كامل حتى في الاستخدام المكثف. كيدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، والشحن اللاسلكي 15 واط، وحتى الشحن العكسي اللي كيخليك تشحن أجهزة أخرى بحال سماعات الأذن.
الجالاكسي الاس 24 اف اي كيشتغل بالاندرويد 14 مع واجهة الوان يو اي 6.1 اللي فيها بزاف ديال الميزات بحال الترجمة الحية للمكالمات وميزة البحث بالرسوم حول العناصر، وكتدعم ميزة الكومبوزر اللي كتابة ديال المنشورات بسرعة، وميزان ديال النوت اسيست باش تنظم وترتب الملاحظات، وكذلك كتدعم ميزة دولبي اتموس للصوت المحيطي، وكتدعم ال NFC للدفع اللاسلكي. بالنسبة للصوت فراه ستيريو نقي وواضح بزاف. كاين فقط 8 رام من نوع جيد، كاين 8 في الرام من نوع ممتاز LPDDR5X، وثلاثة ديال الساعات 128 جيجا بروتوكول ديالها 3.1، و 256 جيجا و 512 بروتوكول ديالهم 4.0. ونزيدكم كيدعم حتى الاي سيم. بالنسبة للمقارنة ديالو مع الاس 23 اف اي كلشي تحسن خاصة الاداء والالعاب، حيت كنلقاو في اختبار الانتويتو بنش مارك جاب 1,750,000 نقطة في مقابل 1,181,000 نقطة لصالح الاس 23 اف اي. الحاجة الوحيدة اللي كيتفوق فيها الاس 23 اف اي هي انه كيدعم جوج كارت سيم، لواحد كارت سيم اس 24 اف اي. الصراحة كاين 7 تاع الموديلات وكل موديل والخصائص ديالو، يعني قبل ما تشري خصك تشوف اش من موديل. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو الاراء ديالكم في التعليقات، وديروا لايك واشتراك باش يوصلكم الجديد ديالنا، وشكرا على المتابعة، ونشوفكم في فيديو قادم.